شايفين يا جماعة طول العود بتاع النعناع عامل ازاي؟ بصوا يا جماعة، بصوا العود قد ايه؟ ده من المية يا جماعة. بس مش ده موضوعنا، انا حبيت بس اوريكم العود ده، بس مش ده موضوعنا. موضوعنا النهاردة ان احنا هنبدأ نقلع شوية من هنا وهنروح نزرعهم في حتة تاني، يعني هنعمل عملية نقل الى جذور النعناع. تمام يا جماعة؟ هذا قلعنا عرق هنا يا جماعة. نبدأ ناخد عود تاني بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نبدأ ناخد كذا عود عشان نزرعهم في حتة تاني. كده كده النعناع يا جماعة بيحب المية، يعني ادوله مية بشكل عام. بصوا يا جماعة، لو انتوا شفتوني في فيديو قبل كده انا زرعت معاكم العود ده. بصوا يا جماعة خدروا بقى عامل ازاي. في فيديو تاني غير ده يا جماعة زرعت معاكم العود ده. بصوا يا جماعة العود صار منه النمو تخدير جامد يا جماعة بشكل حضراتكم شايفينه ده. النعناع يا جماعة بيحب المية، وتديله مية يا جماعة تاخد منه ريحة جميلة وتاخد منه نمو تخدير سريع بشكل حضراتكم شايفينه. انا قلعت دول يا جماعة، يلا بينا نروح نزرعهم في حتة تاني. يلا بينا يا جماعة ننقلهم، بس معلش صوت الوش اللي جرى ده عشان المية شغالة هنا، معلش. يلا بينا يا جماعة نزرع هنا يا جماعة العروق اللي انا جبتهم من الحتة ديك بالشكل حضراتكم شايفينه ده. طبعا انا زارع، بص يا جماعة انا زارع حوض هنا كبير نعناع، بس لسه يا جماعة لسه مخضر. يلا بينا نزرع دول يا جماعة. بصوا يا جماعة زراعة العود يا جماعة، ها العود بالشكل حضراتكم شايفينه ده. العود يا جماعة اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده العود. هنبدأ اننا يا جماعة نرقده كده بالشكل حضراتكم شايفينه ده، وهنبدأ نسيب اخر حتة فيه من فوق بس، والباقي كله يا جماعة هنغطيه بالشكل حضراتكم شايفينه ده، وهنبدأ نحط التربة فوقيه. بس بنحاول ما نكبسهاش يا جماعة علشان لما يصير منه النمو تخدير. ها يا جماعة اصبح معانا العود بالشكل حضراتكم شايفينه ده. نجيب العود اللي بعديه يا جماعة، ها ونبدأ برضو نفس النظام، ونسيب يا جماعة نولف نسيب رأس العود من فوق. رأس العود من فوق يا جماعة لازم نسيب بالشكل حضراتكم شايفينه ده، ونبدأ نجيب العود الثاني ونزرعه برضه جنبيه ونسيب برضه رأسه من فوق. طبعا زي ما انتم شايفين الجدر يا جماعة تحت، الجدر ده يا جماعة تلاقوه ضرب على طول وبدأ انه يخدر بالشكل حضراتكم شايفين ده. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديوهات جديدة ان شاء الله. هاي يا جماعة ابدأ اني ازرع التانيين هنا. داود يا جماعة ابدأ اني احطه بالشكل حضراتكم زي ما وريتكم كده وهو واقف يا جماعة، وابدأ ان العود التاني وهو واقف برضه بالشكل حضراتكم شايفينه. هاي يا جماعة اصبح معنا العود بالشكل حضراتكم شايفينه، ونبدأ نحط تربة خفيفة. هاي يا جماعة طبعا يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله توصلكم، وتصلوا على النبي اهم حاجه عندي، وتشتركنا في القناه عشان كل فيديو انا اعمله جديد يوصلكم. بصوا يا جماعه اللي نص زرعه يا جماعه ما تكملش اسبوع. بصوا يا جماعه النمو التخدير بتاعه عامل ازاي، نمو تخدير رهيب طبعا يا جماعه. طبعا انا بعد ما يصير منه نمو تخدير ويمسك نفسه الجدر في الارض، شايفين يا جماعه انا حاطط له اعشاب وتسميدات طبيعيه تحتيه. طبعا ده كله هتلاقيه عندي على القناه، بس انت ان شاء الله دول هشتغلهم في التسميد، بس انت تابعني علشان الفيديوهات الجديده توصل لك، واعمل لايك للفيديو علشان كل فيديو اعمله يوصل لغيرك والكل يستفيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودلوقتي يا جماعه دقيقه بس هنحط عليهم ميه. وهنا يا جماعه جبت الميه وابدا اني ارويهم بالميه بشكل حضراتكم شايفينه ده. طبعا انا كنت هسقي الحوض كله بس ما ينفعش عشان لسه زقيهم انا في الصبح دول. باقي النعناع ده كله انا لسه زقيه في الصبح، بس هسقي دول بس دلوقتي بالشكل حضراتكم شايفينه. ابدا اسقيهم كلهم يا جماعه بنفس الطريقه دي. بصوا يا جماعه وهنا رويتهم كلهم يا جماعه، كلهم العرقين دول تراوي. اديهم بس ما يا جماعه اديهم بس مسافه اسبوع بالكثير، وهتشوفوا الفرق عامل ازاي دول ان شاء الله. اصور لهم لكم في فيديو تاني هتلاقيهم ما شاء الله فرشين دول الحته دي كلها. وصلى على النبي واشترك في القناه عشان يوصلك كل فيديو جديد.